إن بناء الأهرامات عمل غريب حقا، يحيطه الغموض من كل جانب، داخل كل إنسان هاجس داخلي يحدثه بأن هذا أمر غير طبيعي على الإطلاق، وباستحالة أن يشيد هذا البناء من قبل بشر طبيعيين مستخدمين في ذلك أدوات خشبية. فهل كان الفراعنة لصوص حضارات كما يدعي الدكتور محمد سمير عطا في البحث الذي قدمه بعنوان الفراعنة لصوص حضارة؟ حتى يومنا هذا يعد أضخم بناء إنساني على الإطلاق. يمكننا بأحجاره إقامة سور حول الكرة الأرضية بأكملها عند خط الاستواء. الهرم الأكبر هو اللغز الوحيد الذي عجز البشر عن تفسيره حتى الآن. ولكن خرجت 5 نظريات تفسر من هم بناة الأهرامات، ولكنها للأسف الشديد كلها مضللة. وهي: أولا، أن الفراعنة هم بناة الأهرام المصرية، ولكن هذا مستحيل لهذه الأسباب. فمن حيث المنطق، يستحيل بأي حال من الأحوال أن يبني الفراعنة الأهرام المصرية مستخدمين في ذلك الأخشاب لتقطيع الحجارة الكبيرة ونقلها مئات الكيلومترات ورفعها إلى ارتفاعات شاهقة، فحجم أجسادهم لا يزيد على أحجامنا الحالية بأكثر من 10% بأي حال من الأحوال. ومن حيث المصداقية، فتنعدم نهائيا في تاريخ الفراعنة الذي دونوه بأنفسهم. أولا، ادعوا ألوهية الحاكم، وثانيا يشتهرون بسرقة أعمال الآخرين، حيث تبين أن الكثير من الحكام عند بدء تنصيبهم حكاما كانوا يأمرون بإزالة النقوش من جدران الأبنية المختلفة لتدوين نقوش جديدة تلحق ملكية تلك الأبنية لهم، حتى أن العلماء يستخدمون الكربون 14 المعياري لتحديد عمر المومياوات لعدم ثقتهم في التاريخ الفرعوني بأكمله. لا يعني وجود مقابر فرعونية حول الأهرام أنها بالضرورة لبنائها، كما أنه لا يعني وجود مقابر مثلا بالقرب من برج إيفل أنها بالضرورة لبناة ذلك البرج. فقد دفن الفراعنة أمواتهم بجوار الأهرام تبركا بها ولا اعتقادهم أنها بوابة لهم للعالم الآخر. أما ادعاؤهم أنها مقابر لملوكهم كي يبعثوا للحياة مرة أخرى منها، فهو أمر أنكره العلماء بشدة، حيث لم يعثر على أي مومياء نهائيا داخل أي هرم. وحتى لو تم العثور على مومياء داخل أي هرم، فهل أسلوب وضع اليد كاف لإثبات من قام بالتشييد؟ ثانيا، أن اليهود هم بناة الأهرام، وقد أجمع العلماء حول العالم أن الأهرامات قد بنيت قبل وجود إسرائيل نبي اليهود بفترة طويلة من الزمن، وأن ادعاء اليهود بهذا الأمر فهو لأسباب سياسية. ثالثا، أن بناة الأهرام هم الجن المسخر لسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر ليستسيغه عقل بشري، لأنه لا يهدر رسول الله سليمان عليه الصلاة والسلام الوقت والجهد فيما لا يفيد. ثم إن سيدنا سليمان كان في فلسطين ولم يستقر في مصر أبدا. رابعا، بناة الأهرام غزاة من الكواكب الأخرى، وهذا الأمر يدل على عجز من يدعي به، فلم يتم إثبات وجود مخلوقات أخرى حتى نلصق بهم إنشاء أكبر معجزة على وجه الأرض. الرأي الخامس، يدعي أن الله هو من بنى الأهرامات. تعتقد طائفة من الناس مركزهم في الولايات المتحدة الأمريكية أن الله أقام تلك الأهرام لتقام حولها طقوس العبادة، وذهبوا إلى أن روح الله تنزل فيها، إلى آخر تلك الخرافات التي لا أريد أن أضيع الوقت في كتابتها. ويحجون إلى الأهرام بصفة دورية، ويلبسون ثيابا خاصة. إلخ، وتشتهر تلك الطائفة باسم الأوجاركس، وهؤلاء لا نحتاج لنضيع الوقت للرد على هذا الكلام الفارغ. إذن يتبقى لنا السؤال الأهم: من بنى الأهرامات؟ الإجابة موجودة في أكبر معجزة حقيقية في هذا العالم وهو بين أيدينا، وهو القرآن الكريم. نعم، الإجابة واضحة وجلية في القرآن الكريم، وليس هذا فقط، ولكن هناك مخطوطات أثرية وجدت في العراق تؤكد كلام القرآن الكريم. وليس هذا فقط، ولكن العجيب أن هذه المخطوطات والتي ذكرت بناة الأهرامات صراحة أثبت العلماء أنها كتبت قبل بناء الأهرامات بأكثر من 1000 عام، وهذا أكبر دليل على مصداقيتها، ألا وهي ألواح جلجامش. قبل أن أبدأ في سرد الأدلة الحقيقية عن بناة الأهرام الحقيقيين، ألا وهم قوم عاد،
أريد أن أنبه لنقطة مهمة جدا، ألا وهي أن قوم عاد مصريين وليسوا كما يدعي البعض أنهم يمنيين أو حتى سكان الربع الخالي في المملكة العربية السعودية. قوم عاد هم أبناء مصري ابن سام ابن نوح عليه السلام، ومن المعلوم تاريخيا أن سام ابن نوح عليه السلام سكن مصر بعد الطوفان العظيم، وأن ابنه مصري هو مؤسس مصر، وأن قوم عاد هم أبناء مصري وقد سكنوا مصر وبنوا فيها كل تلك الحضارة العظيمة والتي نسبها الفراعنة لأنفسهم، من بعدما ورثوا رد قوم عاد وحضارتهم، من بعد ما غضب الله عليهم وأنزل عليهم العقاب الأليم. وسنثبت لكم هذا الكلام بالأدلة القوية. نبدأ أولا بالأدلة من القرآن الكريم. أولا، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الشعراء 128. ريع هو المكان المرتفع من الأرض. آية البناء الضخم المحكم العالي كأنه الجبل، وقيل إنها كانت وسط الصحراء. تعبثون تعملون ما لا فائدة فيه سوى التفاخر بين الأمم لإظهار قوتكم. وفي أسباب نزول هذه الآية الكريمة قيل: احتج سيدنا هود عليه الصلاة والسلام على قومه بتركهم الإيمان بالله وطاعته، وانشغالهم ببناء أبنية ضخمة كالجبال على المرتفعات لمجرد التفاخر بعدما أترفوا في الحياة الدنيا. ويضيف محمد بن الطاهر عاشور أن أبنيتهم العجيبة كانت أشبه بأبراج الحمام شديدة الضخامة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الفجر. المعاني: إرم غير معروف على وجه التحديد ما المقصود بها، وقيل ربما كانت المدينة الرئيسية لقوم عاد، أو أنها اسم القبيلة الرئيسية لهم. العماد الأبنية المرتفعة ذات الرأس المدبب الحاد بدقة. أليست تلك هي المسلات المصرية الشهيرة؟ بل إني أرى أن كلمة إرم المختلف تفسيرها إنما تعني هرم. فقوم عاد هم أول من بدأوا التحدث باللغة العربية العامية، حيث كانت اللغة العربية في بداية نشأتها. هذه الأوصاف تنطبق على أهرام مصر، فبنظرة سريعة للهرم الأكبر مثلا نجده بناء ضخم كالجبل مبني على مرتفع من الأرض نطلق عليه هضبة الأهرام. إنه عمل إعجازي، ومن غير المعقول أن يصف القرآن أبنية قوم عاد بأنها آية ثم تندثر ولا نراها، ومن غير المعقول أن يغفل القرآن عن ذكر الأهرام المعجزة للعالم أجمع. لاحظ ارتفاع الممرات في الهرم فهي تتناسب مع طول قوم عاد، أما الممرات الضيقة فلا تعدو عن كونها فتحات تصريف مياه وهواء وللتحدث، أما الحجرات فهي لا تعدو عن كونها خزنا، اعتقد الجميع أنها حجرات. العماد الأبنية المرتفعة ذات الرأس المدبب الحاد بدقة. أليست تلك هي المسلات المصرية الشهيرة؟ ثالثا، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. الشعراء 129. المعاني: مصانع أو قصور، وهو ما نراه فيما يعرف بالمعابد، الأعمدة، حيث نرى ارتفاع فيها يتوازى مع ارتفاع قوم عاد. رابعا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الأحقاف 24. المعاني: عارض سحاب ضخم حائطي. لاحظ كلمة أوديتهم، فالمعروف أن جنوب شرق الجزيرة العربية منطقة عمان لا أودية فيها، أما مصر ففيها وادي النيل الذي يتفرع في الدلتا لفرعين، رشيد ودمياط، ومن كل فرع تتوزع أفرع وأودية عديدة، كما ذخرت أرض مصر بأودية في الماضي جفت عبر آل زمان. سادسا، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. الحاقة 8-6. المعاني: صرصر شديدة، حسوما متتابعة. الآيات تعني أنهم اندثروا بسبب ريح قوية فجاءتهم وأهلكتهم، ولذلك لم نعثر على جثثهم، وربما قد نعثر في أي وقت على حفريات لعظام بشرية أضخم حجما مما نألفه. ثم لاحظ الآتي: 1. أن أبا الهول كان مغطن بالرمال عند اكتشافه،
ولا يمكن لعوامل التعرية أن ترفع الرمال إلى هذا الارتفاع العالي دون بقية الأماكن، مما يؤكد أن رياحا عارمة هبت على تلك المنطقة، وهو نفس أسلوب عقاب قوم عاد، وأن أبا الهول غير مدون عليه أي كتابات تثبت انتمائه لأي من الفراعنة، مما أذهل العلماء من أن أكبر وأشهر تمثال في العالم قد غفل الفراعنة عن التدوين والنقش عليه، فألحقوه بالملك خفرع باني الهرم الثاني على حد اعتقادهم، لمجرد أن أبا الهول يقع أمامه. وهو ما يعزى أيضا أن أبا الهول كان مغطن بالرمال في عهد الفراعنة فلم يكتشفوه، وراح عليهم سرقته وتدوين أسماء ملوكهم عليه. لاحظ كيف تم إغلاق ملف أبي الهول بنسبه إلى الملك خفرع المزعوم. لغز الأهرام المدفونة بالرمال وغير المكتملة البناء التي حيرت جميع العلماء، فهي في الحقيقة جاءت نتيجة اندثار البناة من قوم عاد بريح مفاجئة صرصر عاتية عقابا لهم من الله. 7. فأصبحوا لا يرى إلى مساكنهم. الأحقاف 25. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. العنكبوت 38. مما يعني أن الله عز وجل أبقى من مساكنهم عبرة لمن بعدهم للاتعاظ. وما نعتقد نحن أنها معابد فرعونية، إنما هي مبان لهم كانوا يسكنونها. من ارتفاع الأعمدة أنه مساو لارتفاع قوم عاد، وكل حضارة احتوت على بعض التماثيل والأبنية الضخمة على سبيل التفاخر، القلة بحيث تعد على أصابع اليد. أما الأبنية المصرية فهي من الكثرة التي توحي لكل إنسان أن أصحاب تلك الأبنية كانوا قوما العمالقة. والأهم من الدليل الهندسي والمنطقي القاطع لضخامة بنات تلك الحضارة، وهو أن الحضارات شيدت أبنيتها من حجر صغير الحجم يتناسب مع أحجام شعوبها، وذلك مهما كانت ضخامة تلك الأبنية حتى لو كانت قلاعا أو ناطحات سحاب. أما الأبنية والتماثيل المصرية الضخمة فيلاحظ الجميع أنها شيدت من حجارة ضخمة جدا بالنسبة لنا، ولكنها كالطوب بالنسبة لهؤلاء العمالقة. ولا مانع من أن يسكن الفراعنة تلك المساكن، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. إبراهيم 45. ثم قاموا ببناء حوائط داخلية لتتناسب معهم، مع زخرفتها بنقوش لهم ونسب مجد وفخر بنائها لهم، وهذا ليس بالشيء المستغرب على كفرة ادعوا ألوهية الحاكم، تماما كما فعل النصارى الأوائل حينما سكنوا معبد إدفو هربا من اضطهاد الروم لهم، ثم قاموا بشطب النقوش الفرعونية من جدران معبد إدفو لأنها تمجد ديانة أخرى. وفي كتاب تحفة الكرام بخبر الأهرام للإمام جلال الدين السيوطي ذكر فيه 17/16 أن كل من عبد بن سراقة وسعيدا بن عفير والمقريزي وصاحب مناهج الفكر تتبعوا الأنساب والأمم والحضارات، فوجدوا أن عمالقة قوم عاد سكنوا مصر وبنوا بها العجائب. ونرى أن أدلة الأنساب هذه إضافة ثالثة هامة بعد أدلة القرآن الحكيم التي تم ذكرها من قبل، وبعد الدليل الهندسي المنطقي بتناسب ضخامة البنات مع ضخامة أحجام الأحجار المستخدمة في التشييد. في تفسير السيوطي أن من تلك المساكن ما كان يخص ديار عاد، فمن الذي سكنها؟ إذا هم الفراعنة. أما الفراعنة فقد أثبتت جميع الشواهد ما أكده القرآن العظيم من أن حضارتهم كانت طينية، وهو ما ترى في منازلهم والقلاع الحربية التي بنوها في جميع أرجاء مصر. فهل من المعقول لشعب يمتلك القدرة على بناء مثل هذا البناء الإعجازي من الصخور، ثم يبني الحصون التي من المفترض أنها لحماية البلاد من الأخطار من الطوب اللين؟ وهذه الأدلة من القرآن. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. القصص 38. فعندما أراد أقوى حاكم في تاريخ مصر أن يبني بناء ضخم لرؤية إله موسى كما يعتقد، لم يجد غير الطين الذي استخدموه في كل شيء في حضارتهم. وهذه الصور هي عبارة عن محاولات الفراعنة لبناء أهرامات من الطين تقليدا لقوم عاد، ولكنهم فشلوا.
وهناك أيضا ألواح تم كشفها في بلاد الرافدين حديثا أثبتت أن الحضارة المصرية عمرها 70,000 سنة وليس 7,000 سنة كما يدعون، وأن بناة الأهرام موجودين منذ سيدنا نوح عليه السلام، وأنهم هم أنفسهم كانوا العمال الذين ساعدوه لبناء سفينته الضخمة. وللعلم أن ألواح جلجامش هي المخطوطات الوحيدة في العالم التي ذكرت الطوفان العظيم الذي ضرب الأرض في عصر نبي الله نوح بأغلب التفاصيل الصحيحة التي ذكرها القرآن الكريم، مع تأكيد أن الفراعنة والذين كانوا يسجلون كل شيء لم يسجلوا أي أحداث خاصة بأنبياء الله، على الرغم من الأحداث العظيمة التي حدثت في زمنهم، مثل الأحداث العظيمة التي كانت بين نبي الله موسى عليه السلام وفرعون، وقصة سيدنا يوسف عليه السلام والذي كان من حكام مصر، كيف لم يذكرهم الفراعنة بأي شكل من الأشكال، مما يؤكد أن لحكام مصر القديمة مصداقية ضعيفة، وهو ما بدأ العلماء في كل أنحاء العالم بأخذه في اعتبارهم في أبحاثهم. لكن ماذا قالت ألواح جلجامش عن بناة الأهرام؟ إن ذكر بناة الأهرامات في ملحمة جلجامش مهم لأنه يزودنا ببعض من أقدم الأدلة على وجود الأهرامات. كتبت القصيدة حوالي عام 2150 قبل الميلاد، أي قبل حوالي 1000 عام من بناء الأهرامات الأولى في مصر. كما يشير ذكر بناة الأهرامات في ملحمة جلجامش إلى أن فكرة بناء الأهرامات كانت منتشرة في العالم القديم. الأيام كانت أرض الموتى مكانا للظلام واليأس، كان الموتى محكوم عليهم بالتجول بلا هدف إلى الأبد، ولكن كانت هناك مجموعة واحدة من الناس لم يسمح لهم بدخول أرض الموتى، بناة الأهرام. لقد كان بناة الأهرام جنسا من العمالقة الذين لعنتهم الآلهة، فاضطروا إلى بناء الأهرامات كعقاب على خطاياهم. التقيت برجل يدعى سيدوري، كانت حارسة حانة وتعيش على حافة البحر. أخبرني سيدوري العديد من القصص، لكن أكثر ما أتذكره هو قصة بناة الهرم. قالت إن الهرم البناة هم جنس من الرجال الذين حاولوا بناء برج للوصول إلى الجنة، غضب الآلهة من هذا ودمروا البرج، ثم لعن بناة الأهرامات لبناء الأهرامات إلى الأبد. في اللوح 11 يسافر جلجامش إلى أرض دلمون، حيث يلتقي بمجموعة من الأشخاص الذين يوصفون بأنهم بناة الأهرامات، ويقال إن هؤلاء الأشخاص هم حرفيون ماهرون قادرون على بناء هياكل بارتفاع السماء. رأيت أرض دلمون، المكان الذي تشرق فيه الشمس. رأيت بناة الأهرامات، الناس الذين يبنون بارتفاع السماء. في اللوح 12 يصادف كالكامش مجموعة من الناس يقال إنهم من نسل بناة الأهرام. يوصف هؤلاء الأشخاص بأنهم أقوياء وأصحاء، ويقال إنهم أفضل بناه في العالم. التقيت بأهل دلمون، أحفاد بناة الأهرامات، كانوا أقوياء وأصحاء، وكانوا أفضل بناه في العالم. رأيت أرض دلمون حيث تشرق الشمس. رأيت بناة الأهرامات، الأشخاص الذين يبنون على ارتفاع يصل إلى السماء. لقد كانوا شعبا ماهرا، وقاموا ببناء هياكلهم بعناية فائقة. استخدموا أجود المواد وعملوا بدقة كبيرة. كانت مبانيهم قوية وجميلة، وقد صمدت لسنوات عديدة. لقد أذهلتني مهارة بناة الأهرامات. لم أر قط أي شيء مثل عملهم من قبل. سألتهم كيف تمكنوا من بناء مثل هذه الهياكل العالية والمثيرة للإعجاب. قالوا لي إن الآلهة علمتهم. قالوا إن الآلهة منحتهم المعرفة والمهارات التي يحتاجونها لبناء الأهرامات. لقد تأثرت بتواضع بناة الأهرامات. لم يتباهوا بمهاراتهم، لم يزعموا أنهم أفضل من أي شخص آخر. قالوا ببساطة إنهم كانوا يفعلون ما تم تعليمهم القيام به. كانوا فخورين بعملهم، لكنهم لم يكونوا متعجرفين. لقد تعلمت الكثير من بناة الأهرامات. تعلمت أنه من الممكن تحقيق أشياء عظيمة إذا كنت على استعداد للعمل الجاد، وإذا كنت على استعداد للتعلم من الآخرين. تعلمت أيضا أنه من المهم أن تكون متواضعا، حتى عندما تحقق أشياء عظيمة. رأيت أرض دلمون حيث تشرق الشمس. الأشخاص الذين يبنون على ارتفاع يصل إلى السماء.
كانوا شعب طويل ووسيم بشعر طويل ولحى. كانوا أقوياء وصحيين، وكانوا أفضل بناة في العالم. بنوا الأهرامات بمهارة ودقة كبيرين. استخدموا كتل حجرية ضخمة ورفعوها إلى مكانها بالحبال والبكرات. لقد عملوا بجد، لكنهم كانوا سعداء بعملهم. كانوا يعلمون أنهم كانوا يبنون شيئا قد يستمر لقرون. كانت أرض دلمون أرضا أسطورية للسلام والازدهار. قيل أنها تقع في الخليج الفارسي، وكانت مرتبطة في كثير من الأحيان بجنة عدن. قيل إن أهل دلمون تنعم بهم الآلهة، وقيل إنهم يعيشون حياة طويلة وسعيدة. كان بناة الأهرامات أناسا حقيقيين، لكنهم غالبا ما ارتبطوا بأرض دلمون الأسطورية. هذا لأنهم كانوا مثل هؤلاء الحرفيين المهرة، ولأنهم بنوا مثل هذه الهياكل الرائعة. كانت الأهرامات شاهدا على مهارة وإبداع البناة، وكانت مصدر فخر لشعب بلاد ما بين النهرين. رأيت أرض دلمون حيث تشرق الشمس. رأيت بناة الأهرامات، الأشخاص الذين يبنون على ارتفاع يصل إلى السماء. لقد كانوا شعبا ماهرا، وقاموا ببناء هياكلهم بعناية فائقة. لقد استخدموا أفضل المواد، وأخذوا وقتهم للتأكد من أن عملهم كان مثاليا. كانت الأهرامات التي بنوها طويلة ومثيرة للإعجاب، وقد صمدت لسنوات عديدة. كما التقيت بأهل دلمون، أحفاد بناة الأهرامات. لقد كانوا أقوياء وأصحاء، وكانوا أفضل بناه في العالم. لقد كانوا قادرين على بناء أي شيء يخططون له، وقاموا بعملهم بمهارة ودقة كبيرين. كانت الهياكل التي بنوها صلبة وطويلة الأمد، ولا تزال قائمة حتى اليوم. لقد تأثرت بمهارات وقدرات أهل دلمون. لقد كانوا شعبا رائعا، وقدموا مساهمة كبيرة للعالم. لقد صمد عملهم أمام اختبار الزمن، وهو دليل على مهارتهم وتفانيهم. يشير هذا المقطع إلى أن بناة الأهرامات كانوا شعبا ماهرا ومتفانيا. لقد كانوا قادرين على بناء هياكل رائعة صمدت أمام اختبار الزمن. كان أهل دلمون، أحفاد بناة الأهرامات، أيضا بناة مهرة. لقد كانوا قادرين على بناء أي شيء يخططون له، وقاموا بعملهم بمهارة ودقة كبيرين. يبقى السؤال الأهم: إن كان الأمر كذلك، فلماذا يخفون الأمر عنا؟ وما الفائدة التي ستعود عليهم من وراء إخفاؤهم لهذا الأمر؟ سأجيبكم على هذا السؤال بسببين وليس بسبب واحد. السبب الأول: أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم يطمرون حضارة عمالقة قوم عاد عمدا، لأنها وردت بالتفصيل في القرآن الكريم وحده، مما يعني أنه كتاب الله، فينسبون مباني حضارة عاد إلى حضارة الفراعنة، بمعنى أن المسألة حرب على القرآن. فكم مليون من البشر يمكن أن يسلموا لو علموا تلك الحقيقة؟ السبب الثاني: أنهم يؤمنون بأن الله خلق الكون وآدم منذ 7000 عام فقط، كما ورد في كتابهم التلمود المفسر للتوراة، ويطلقون عليه اسم شريعة اليهود. وبالتالي كيف تظهر حضارة عمرها 70,000 عام؟ مما يؤكد أن الصهيونية زيف من أساسها، لذا ينسبون جميع المباني العملاقة حول العالم لحضارات الفراعنة والإغريق والرومان وغيرهم، لأن 7000 عام هو خط أحمر لديهم لا ينبغي أن يتخطاه أحد، بمعنى أنهم يبخسون بعمر مصر من 70,000 عام وهو عمرها ألح حقيقي إلى 7000 سنة فقط، حقدا على مصر والقرآن الكريم. هل علمتم لماذا نتغنى دائما أننا حضارة 7000 عام فقط، في حين أننا حضارة 70,000 عام؟ ولا عزاء لك يا مصر يا أم الدنيا، يا كنان الله في أرضه، يا مهد الحضارات. كيف نتغنى بذلك ونحن نعتقد أن قوم عاد، أول حضارة بعد نوح، كانت باليمن؟ فهل فهمتم كيف تدار اللعبة؟ لا تنسوا متابعة القناة والاشتراك فيها لتصلكم كل الفيديوهات الجديدة، والتي سنكشف فيها بإذن الله كل المؤامرات التي تحاك